النصيحة اللي بقولها نصيحتي اللي بقولها للأمهات، أن إحنا يعني نشأنا في بيئة كيف؟ يعني إنه أنت لازم يكون عندك جسم، صح؟ يعني زمان يعني إنه الوحدة لو ضعيفة معصعصة يقول لك زي الراكوبة، دعاية الجوع، ضاربة جوع كده، يعني الناس ذاتها بتتنمر عليك أنت لما تكوني ضعيفة. فيعني الوحدة بيعملوا لها الموصة تشرب، يزقطوك، يدوك مدينة الحلبة، يدوك مدينة الدخن، يدوك شنو شنو، أهلك ذاتهم بيكونوا دارين تكوني مربربة. فالطفل ذاته لو ما بقى ببقبق شحمان بيقولوا لبن أمه ما رباي. فلان يقول لك لبنا رباي عشان الطفل طلع منفوخ ومربرب، بنشوف كده يعني. وانه هي ده كله احنا بنفتكر انه دي صحه، لانه حتى الزول لما يكون يعني وزنه زايد بنقول عليه صحته سمحه، وهي دي ما صحه. احنا ما خلاص يعني كبرنا وعرفنا عواقب الحاجه دي. يعني تلقى انه الحاجه دي بتلاقيك قدام بعد تتخطى عمر ال40، ياهو الناس تبقى في الضغط وفي السكر وفي الجلطات وفي الذبحات وفي وجع الركب ووجع المفاصل والمشاكل الدنيا دي كلها بتلاقيك لقدام. واحنا برضو الحاجه دي بنشوف انه ده شيء طبيعي، انه انت طالما كبرت فت ال40 فت ال50، شيء طبيعي انت في العمر ده لازم يجيك السكر ولازم يجيك الضغط ولازم يجيك امراض القلب. بنشوف انه دي حاجه طبيعيه وبنكون متعايشين معاه عادي جدا. هاي الكسره بالسكر الموصى ما ديش الموصى، ها ويعملوا لك الكنيوم بيقولوا عليه وابيض ضميرك والشنو والشنو ده كله. هديتوا براكم شايفين انتوا ذاتكم الواحده تمشي تفتش الحقن بتاعت الشحم، تجيب الحبوب بتاعت الشحم تسوي، لانه احنا بنفتكر انه انا المفروض اكون سمينه، لان لو ما كنت سمينه هكون عايشه كيف؟ فهو ده كله غلط، ده كله مرض. الواحده في النهايه بتمرض بتمرض بتمرض، ما في زول وزنه زايد ما مرض. كذب كذب. وكعب شنو؟ انا يعني الواحد بيخاف من شنو يا اخوانا؟ انت برضه مهما مرضت وماشي على رجلينك ما في مشكله، كعب الشيل بيجيك يرقدك، الرقده دي كمان كعبه شديد. فاحنا كان يعني اخصائي التغذيه قال لنا شنو؟ قال لنا بس تخيل انه شنو؟ عندك يعني حامل، الحامل ده انت خدت فيه مثلا، الحامل ده كاتب لك انه تشيله مثلا 10 كيلو، كاتب لك كده يعني من هنا انه ده انت تشيله 10 كيلو، انت قمت جيت شيلته 20، شيلته 30 كيلو، بيتكسر ولا ما بيتكسر؟ ما انت شيلته فوق طاقته. فالجسم الانسان ده عنده حموله، يعني ربنا خالقنا شنو؟ يعني ربنا خلق كل شيء بقدر، اي حاجه ربنا مقدره تقدير. انت سبحان الله طولك كده، طولك 160، مفروض وزنك يكون في حدود ال60 ولا 65 بالكثير. طولك 170، مفروض برضه وزنك يكون في حدود ال70 كده، يعني حسب طولك وزنك، صح؟ يلا احنا بنشيل الجسم فوق طاقته، بنشيله اكتر من الحموله الطبيعيه. لما نشيله اكتر هنا بيضغط على الاعصاب وبيضغط على الشرايين وبيضغط على العظام وبيضغط وبعد ذاك بيبدا شنو؟ ياكل الفيتامينات اللي عندك، ينهش لك من هنا وينهش من هنا، وحبه حبه انت تلقى نفسك ماشي هزيل، ماشي متهالك، ماشي هزيل. الليله عندي المرض ده، بكره عندي المرض ده، بعد بكره عندي المرض ده، وحبه حبه. انا والله يا اخوانا لانه عندي صديقه لي، والله يا اخوانا يعني كانت برضو الوزن الزايد وجاء السكري، والدكاترة حذروها انه ما شغال بالموضوع كتير، تاكل زي ما دايره وتشرب في البيبسي ولا شغال لك بالموضوع. السكري ده منه طوال شنو؟ اثر على القلب، اثر على الكلى، اثر على شنو؟ بعد ذاك بقى يتنفس، بعد ذاك بقوا يقطعوا لا في لحمه، يشيلوا من الظهر، يشيلوا من وين، بقوا يقطعوا الكراع، يقطعوا كراع تاني، يقطعوا الكراع التاني، يعني بهدله 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 وعذاب كده ما بعده عذاب، كل سبب الوزن الزايد ده. غير شكلك، ستايلك، لبسك، يعني بتحرمي نفسك من حاجات كتيرة انت بتلقي نفسك محرومة منها. فليه؟ ليه بس ما انا امسك يدي الماشية لخشمي دي اوقفها، بس ما تمشي لخشمي، انتهى الفيلم، انتهى الموضوع. فآية انا هسه عندي الميزان الذكي، انا هسه عندي الميزان الذكي ده لما اجيب فيه بوزن طوالي بوريني نسبة الدهون، بيوريني دقات القلب، بيوريني الضغط عامل كيف، اي شيء بوريني انت كنت كده نقصتي، هسه كده نقصتي كم سعرة حرارية، بوريني اي حاجة، رابطه بالتطبيق بتاع التليفون، اي حاجة بوريني ليها. فخلاص يعني انت طالما قادر انك تغير من حياتك، قدرت تغير غير. انا لما جيت هنا يا داب الاسيستنت السوشيال بتاعتي عمرها 70 سنة، الاسيستنت بتاعتي عمرها 70 سنة، كويس؟ وانا كم 40. اقسم بالله المرة المشي اللي بتمشي ما شاء الله تبارك الله، انا بس خطوتين تلقاني اشيل في النفس واخد واشيل ويدعب علي كده، تقول لي اعمل كده، يعني هدي نفسك هدي نفسك وتجيف. اركب المواصلات النسوان العجايز 70 و80 بيجيفوا لي عشان اقعد،
اقسم بالله. يشوفوني لك خلاص تعبانه ناهد، طوالي الواحده بتقوم لي مدام اليزي اليزي، اجي يا مدام اليزي طوالي. قلت ليه يعني انا معيشه نفسي وضع زي ده يعني، هالكه نفسي. وديلك كمان الافارقه لما يلاقوني كمان ما انا معيشه نفسي دور اكبر من دوري، كلهم ماما 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 ماما. مرة اكبر منك بتقول لك يا ماما لانه شايفاك انت حبوبتها، شيء طبيعي طبعا، لانه احنا برانا بنعمل في نفسنا كده، بنعيش نفسنا ذاته في حتت ما حقتنا يا اخواننا. ليه؟ وبتلقاها هي بتلديكي، هي بتلديك، لكن ما سمسمه كده يا اما وململمه كده يا اما والزبيط والحال والبركات طوالي بتربط مكنه هنا، يعني انت الولتيه. فليه يعني الواحد كتارسي من انا يعني تلقي الواحده مثلا عمرها صغير تشوفيها خاله كبيره، خاله تشوفها يعني حجه كده كبيره. ليه؟ لانها نافخه نفسها وقاعده. ردمنا في الكسرة وفي العصيدة دي لما قلنا كفى خلاص كفاية يلا. الزول يعني ان تأتي متأخر خير من ان لا تأتي، تلحق نفسك بدري بدري. اقعد خالات الدارة تقعد خالة كلها تقعد خالة، انا ما عندي حاجة لي زول. والله واحدة في كان دار تدعو لك اقعد ادعو لك اصي ما غردي بي واحدة انا. والله لكن انا بديكم نصيحتكم، لانه في النهايه يعني بديكم نصيحه، لانه في النهايه بيشيلك عافيتك. الزمن ده لا في زول بيشيل زول، لا في زول فاضي لزول، ولا في زول فاضي يتكلك، ولا في زول فاضي يتعب بيك ولا يتمرمط بيكي. فقط صحتك والله يلطشوك ويذلوك ذله الكلب ويتنهروا فيك ويتسووا فيك. والله العظيم اي توصي زول ما يبهدل نفسه يا اخوانا في الدنيا الزايله دي. والله ما تبهدلوا نفسكم. الزول بس يقول يا ربي تديني القوه والمروه، ويا ربي تدينا العافيه، لانه يعني انت كرجتها والله بتتبهدل، والله لا تبهدلوا. الله لا يجيب لنا اللي يرقدنا، والله يلا لا يجيب لنا اللي عجزنا ويرقدنا.